لو كنت من عشاق المسلسلات التركية الطبية، في مسلسل رح يبدأ عرضه غدا، لازم وضروري جدا تكون متحمس لهذا المسلسل. فالمسلسل اللي عم نحكي عنه هو مسلسل الطبيب دكتور من بطولة إبراهيم. أنا جدا بحب هذا الممثل بالمناسبة، وأيضا قصة المسلسل مأخوذة من أقوى مسلسل إيطالي بالتاريخ. بكل بساطة المسلسل يتكلم عن طبيب ناجح بعمله من أقوى وأشطر الدكاترة، بيتعرض لحادث وبيفقد الذاكرة، ولكن رح يفقد الذاكرة لقبل 11 سنة، فكل شيء صار معه بآخر 11 سنة رح يكون ناسي تماما. فكيف من الممكن رح يتعامل مع هذا الوضع، مع الناس اللي بيحبهم، مع العلاقات الجديدة اللي عملها بها 11 سنة، مع الخبرات في حياته الشخصية وحياته المهنية كدكتور، إيش ممكن يعمل بسبب فقدانه للذاكرة بآخر 11 سنة. كل هذا كلام طبعا ضمن جو طبي في مشفى. هي نوعية المسلسلات اللي الأتراك بيعرفوا يعملوها، فليش لا يكون واحد من المسلسلات القوية جدا. ولكن أنا متخوف على هذا المسلسل لأن موعد عرضه يعني صعب كتير. أولا راح ينعرض يوم الأحد برمضان وبعد منتصف الموسم، فيعني وضعه بصراحة كتير صعب من هي الناحية. ولكن خلونا نستنى ونشوف إيش ممكن هذا المسلسل يقدم لنا. اكتبوا لي تحت بالكومنتات إيش توقعاتكم لهذا المسلسل.